هاي، ازيكم؟ وحشتوني جدا. انا جايه النهارده اشارك معاكم وصفه تقليديه جدا، ما فيهاش اي افتكاسات. هنعمل البسله باللحمه، بس بطريقتي الخاصه، اللي هي طريقه ماما وجدتي. بجد هتاخدوا احلى بسله، واوعدكم هتعتمدوا الطريقه دي على طول. اول حاجه في الكبه هحط بصلتين وسط، وهفرمهم فرم بس مش ناعم قوي، وهحط معاهم فلفل رومي، وده اختياري بس بجد بيدي طعم حلو جدا في تشويحة البصلة. في حلة أنا حطيت معلقة زبدة بلدي كبيرة، استخدمي المتاح عندك. هنزل بالبصلة بتاعتي لحد ما لونها يبقى غامق. بصوا، أنا بحب الطبيخ الني في ني وبعمله كتير عشان الدايت، بس كل فترة بشتاق جدا للطبيخ المسبك بتاع مامتي وجدتي، اللي هو كده يبقى الخضار متسبك فيه كده مع الصلصة. بجد طعمه مختلف تماما، هو أي نعم مش صحي بس طعمه حلو. كل فترة كده لازم أعمله، والولاد عندي بيحبوه أكتر بكتير. بعد هنا ما البصلة خدت معايا لون ذهبي غامق، هنزل بقى باللحمة وهشوحهم مع السمنة والبصلة. في الفترة دي أنا هحط التوابل بتاعتي بس من غير ملح. هحط معلقة فلفل أسود كبيرة، وكمان هحط معلقة كزبرة ناشفة. انا مش بحب احط مع اللحوم توابل كتير، لو انت بتحبي اي نوع توابل حطيه، ممكن تحطي ورق الغار، ممكن تحطي حبهان، تحطي اللي انت عايزاه. بس انا عن نفسي بحب الحاجة كده تبقى طعمها ما فيهاش توابل كتير. هقلبهم بقى لحد ما اللحمة تاخد لون معايا، ولو نزلت مية تشرب ميتها. بعد كده ما اللحمة هنا خدت اللون وما بقاش فيها مية، هنبتدي بقى نحط الصلصة أو الطماطم بتاعتنا. أنا واحدة من الناس بحب أطبخ بالصلصة جدا. في ناس هتعترض يا جماعة، أنا عارفة، بس بجد الطبيخ بالصلصة بيبقى طعمه حلو جدا، لأن هي دي طماطم متسبكة مش صلصة بيور. النوع ده الصلصة بتاعته حلوة جدا، وطعمها مفيهوش أي نوع من أنواع إن هو لاذع. هبتدي بقى أشوح الصلصة بتاعتي مع اللحمة لحد ما زيت الصلصة يطلع وتبقى لونها غامق جدا. عايزه اقولك، لو انت هتستخدمي الطماطم اضربي الطماطم بميه قليله جدا، يعني عايزاها تبقى فيها ميه قليل، وبرده تقلبي اللحمه مع الطماطم لحد ما الطماطم تاخد لون عندك غامق. هنا حطيت معلقه سكر، اولا عشان تعادل حموضه الصلصه، وتاني حاجه هتخلي اللحمه تستوي وتبقى دايبه جدا. بعد بقى ما الصلصه خدت اللون ده معايا، حاجه مهمه قوي، هننزل بميه سخنه. المية السخنة ما بتخليش اللحمة تشد وتستوي بسرعة، عكس المية الساقعة. هقول لكم بقى على سر من أسراري في المطبخ، وبجد اعملوه وجربوه وهتحسوا بفرق فظيع. أنا هنا هسيب اللحمة تاخد غلوة على عين عالية، وبعدين هوطي النار على عين هادية خالص، وأخلي اللحمة تستوي على نار هادية. قد إيه ده بيفرق في سوى اللحمة وبيخليها كده طرية ودايبة. فعلا تسوية اللحمة والفراخ على نار هادية بتفرق جدا في طراوة اللحمة والفراخ، وبتخليها جوسي جدا، وبتحتفظ بالعصارة بتاعتها عكس ما بتسويها على نار عالية. وهنا بعد ما اللحمة استوت سوا كامل، نزلت بكيس بسلة بالجزر. لو انتي هتستعملي البسلة فريش، بتسيبي اللحمة يعني اقل شوية في السوا، لان البسلة الفريش بتاخد وقت اكبر من الفروزن على النار. بس انا هنا خليت اللحمة مستوية كاملة عشان البسلة ما تتهريش معايا في السوا. وبعدين بقى هفرك مكعبين مرقة. بصوا الخطوة دي بجد بتفرق في طعم الأكل جدا، بجد بتديله كده حلاوة، لأن احنا كمان مش حاطين أي نوع من أنواع التوابل. المرقة هتخلي طعمه حلو جدا. وبعدين هقلب وادوق. هنا خلي بالكو المرقة بيبقى فيها ملح، فأنا هدوقها عشان أزود الملح اللي أنا عايزاه. وهقول لكم كمان على نصيحة، ان الطبيخ اللي بالطماطم ما تحطوش ملح زيادة عشان ما يبقاش حادق، بالعكس سيبي طعم الطماطم والصلصة مسكر بيبقى احلى بكتير. هنا حسيتها محتاجة معلقة ملح صغيرة، حطيتها وهسيبها بقى تستوي على نار هادية. وهنا بعد ما البسلة بتاعتي اتسبكت واستوت تماما، هطفي بقى النار وهحط فص ثوم مفروم. بجد بيفرق جدا في طعمها، وبيخلي كده طعمها في حتة تانية خالص. جربيه لو ما عملتهوش قبل كده على ضمانتي، ولما تجربيه قوليلي رأيك بجد في طعمها. بصوا بقى لون الأكل بتاعنا
محمر ومتسبك زي كده اللي بنحبه. بيفكرني بأكل جدتي، كانوا بيعملوا الأكل لازم مسبك كده ويمكن أكتر من كده كمان. بجد بيبقى طعم الطبيخ مسكر جدا وحلو جدا. بس الحاجة المختلفة ان انا بستعمل الصلصة، هما كانوا بيستعملوا الطماطم، ودي طبعا حاجة اختياري، استخدمي اللي يعجبك. بصوا اللحمة دايبة ازاي وشاربة من صوص الطماطم اللي احنا عاملينه، بجد خرافية. يعني كل فترة كده لازم تعملي حاجة مسبكة غير الني في ني، نوع من انواع التغيير. انا عارفة ان هو بيبقى تقيل جدا بس كلنا بنحبه، عندي الولاد بيموتوا فيه، وكل ما تسبكي كل ما يحبوه اكتر. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. بجد هي حاجة سهلة وبسيطة ووصفة يمكن كلنا بنعملها، بس أنا حبيت أشارك طريقتي معاكم. ولو عجبتكم وجربتوها يا ريت تقولولي. بحبكم جدا، هستنى رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير مع كل أصحابكم. بحبكم قوي.